مثلا لما آتي أن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في سورة يونس: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، إلى آخر الآية. كم مرات نقرأها في كل يوم، ونقرأها في كل أسبوع، ونقرأها في كل مصحف، لكن ما في هناك تدبر. عندما تعيش الحياة نفسها وتقول عجيب، الله سبحانه وتعالى يقول حتى، يعني معناه أنه في زمان بيأتي حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. ما كانت كهرباء، ما كانت مظاهر حياة، ما كانت بنوك، ما كانت تطور في البنيان. قال لكن المولى قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، صارت مبهجة، منظرها، شكلها، شوارعها، أعمالها، اقتصادها، تربيتها، تعليمها، شيء زخم كبير. وظن أهلها، بسبب هذا الظن عقيدة إبليس، تحولت القضية من عقائد شرعية إلى عقائد وضعية. الظن عقيدة إبليس، وظن أي التزم أصحاب هذا التطور العلمي والنظري والمادي بعقيدة إبليس، أثرت عليهم أنهم قادرون عليها. ما عاد يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بالله وكفر بالله ويعيش مع ما يسمعه من التطور العلمي والفضاء والغوص في البحر، ولك هذا هو العلم. وظن أهلها أنهم قادرون عليها. كل يوم يأتوا لكم في الأخبار أنهم الآن ممكن يصنعوا إنسان، ممكن يفعلوا كذا وكذا، ممكن بسبب التطور العلمي. قال وظن أهلها أي أهل الدنيا أنهم قادرون عليها، يعني بمعنى أنهم سيملكون كل شيء، وليس هناك حاجة أن يقولوا أن هناك رب نعبده أو نصلي له أو نزكي أو نعبد الله أو نصوم. وهذا موجود الآن في المسلمين. قال أتاها أمرنا. لاحظوا كلمة أتاها أمرنا، الإتيان يأتي إلا فيما بعد. أتاها أمرنا، وهذا أمرنا أي شيء يدبر بليل، يدبر الله أمر. قال ومكروا ويمكرون يعني يدبرون ويدبر الله. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. طيب لما قال ليل كلهم؟ لأن الكرة الأرضية فيها ليل وفيها نهار. اللي الآن في شرق آسيا عندهم كم الساعة في بلدهم، ونحن الآن كم عندنا الوقت، وكم في بلدان أخرى. قال ينزل الله البلاء في ساعة واحدة، في ليل وفي نهار على الأرض، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كما ترون تسونامي يهلك أمة، يهلك مصانع، يهلك دول. من المحرك؟ الله، لأنه هو مالك الكون. فإذا صدق إيمانك بالله عرفت أن آخر الزمان تأتي هذا. ما كنا نسمع أن في هناك أعاصير مثل هذه الأعاصير التي ترونها الآن، لأن هذه من علامات الساعة. براكين من علامات الساعة، زلازل من علامات الساعة، آيات يرسلها الله لعباده، لكن يعرفهم يقول لهم أنا موجود، أنا الخالق ما هو أنتم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.